السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهارده هنعمل مع بعض الكوكتيل زي ما انتم شايفين كده. هنعمل الكوكتيل، جايبة بقى الفاكهة دي، جايبة كذا نوع من الفاكهة هنعمل بيه كوكتيل. معايا هنا بقى الفاكهة اللي أنا هشتغل بيها، لسه جايباها دلوقتي. طبعا اللي متابعني في الفيديوهات قبل كده عارف ان انا ولادي ما بياكلوش الفاكهة كده، ما بياكلوهاش غير في كوكتيل. فجايبة بقى الفاكهة دي عشان نعملها سوا مع بعض. معايا اناناس وفراولة وموز وتفاح وخوخ وبرتقال، كل دي الفاكهة اللي انا هشتغل بيها. وكمان العصير اللي احنا هنعمله له كوكتيل هيبقى عصير اناناس. هبدأ الاول كده بالاناناس اللي انا هعملها عصير، هقطعها كده واعملها عصير واركنها على جنب، ونبدأ نشتغل في الفاكهة دي. هقطعها كلها قطع صغيرة كده، انا بحبها قطع صغيرة، ونعملها بقى كوكتيل وان شاء الله تشوفوا معانا كده. هنبدأ كده مع بعض. اول حاجة الفراولة هقطعها كلها كده قطع صغيرة، وبعد كده نكمل باقي الكمية. معايا كمية الفراولة دي كمية كافية يعني للكوكتيل. انا بفضل في العصير بتاع الكوكتيل اعمل برتقان او الاناناس، بيدوا طعم حلو قوي عن الفراولة يعني. فالفراولة بحبها بس ان انا اقطعها، لكن العصير نفسه بحب يبقى اناناس او برتقان، بيدي طعم احلى وكمان شكل احلى للكوكتيل. ده طبعا حسب الرغبة. معايا برضو هنا الخوخ، هقطعه كده قطع صغيرة برضو. انا بصراحة من عشاق الكوكتيل، وكمان ولادي طالعين زي كده بيحبوا الفاكهة ياكلوها كوكتيل، ما بيحبوهاش كده يعني ان هم ياكلوها سليمة كده. فعشان كده على طول تلاقيني بقى بعمل لكم كوكتيل على طول، لان انا ولادي بيحبوه، انا كمان بحبه كده. ما بنفضلش ان احنا ناكل الفاكهة سليمة كده، بنحبها اكتر في الكوكتيل. هقطعها كلها كده قطع صغيرة، الفراولة والخوخ. هخلص بقى كل الكمية دي كده ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، احنا داخلين بقى على رمضان، واستنوني بقى في سلسلة كبيرة من العصاير والسلطات هقدمها معاكم برضو في الفيديوهات اللي جايه بعد كده. طبعا بنعمل طبعا السلطات، هعمل لكم السلطه بكذا طريقه، وطبعا العصير التمر والخشاف والحاجات دي بتاعت رمضان. ان شاء الله استنوني بقى في الفيديوهات اللي جايه، هعمل معاكم كل الحاجات دي. وكمان بعض الاطباق من اللي انا بقدمها في رمضان، سواء بقى اطباق اكل وطبخ وكده، او مثلا حلويات هنقدمها سوا مع بعض. فاستنوني بقى ان شاء الله الفترة الجاية هنزل الحاجات دي في رمضان. طبعا فاضل كام يوم على رمضان، فاضل 4 ايام. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا الايام بخير يا رب، وسنة سعيدة علينا كلنا. دلوقتي بقى انا خلصت كل الكمية كده اللي هي بتاعت الخوخ والفراولة. هدخل بقى التفاح كده، هقطعه الاول كده قطع صغير يعني شرايح كده، وبعد كده نبدأ نقطعه قطع صغيرة. انا قلت بقى اقطعه كده كله شرايح كده عشان ننجز في الوقت، وبعد كده نقطعه مكعبات صغيره مع بعض. معايا برضو تفاحتين كده، والبرتقال انا قشرته، وقلت عشان خاطر ايه ما اطولش عليكم الفيديو برضو. كده بقى انا قطعت التفاح كله كده بالشكل ده. نبدأ بقى نقطعه مكعبات. بصراحة يعني افضل اكل للفاكهة هي الكوكتيل ده، انا بحبه انا واولادي كتير، على طول بعمله بقى على طول. في الصيف بقى تلاقيني دايما يعني التلاجة ما بتخلاش عندي من الكوكتيل، بيبقى جميل جدا وطعمه حلو. وكمان يعني الولاد بياكلوا كل الفاكهة، مفيش نوع بقى، لان عندي التفاح ده ولادي ما بيقربوش منه خالص، ما بيحبوهوش. فلما اعمله في الكوكتيل بيبقى جميل جدا. فده طبعا وصفات للاطفال اللي هم ما بياكلوش الفاكهة، تقدر ان انت تاكلي ولادك الفاكهة بالطريقة دي، بجد بتبقى جميلة جدا. وبيطلبوها مني على طول بقى، يعني مثلا اللي بياخد كوباية بيرجع تاني يا ماما عايز تاني،
ما شاء الله بياكلوها، بيخلصوا كل الفاكهة اللي انا ببقى عاملاها. خلصت الكمية اللي معايا، اخش بقى على البرتقال كده نقطعه برضو بنفس النظام شرايح طويلة كده، وبعد كده نبدأ نقطعه قطع صغيرة. كده بقى انا خلصت البرتقال، فاضل دي هقطعها برضو، فاضل واحدة هقطعها، ونرجع تاني برضو نشوف هنكمل باقي الفاكهة. اللي مكمل معايا الفيديو لحد دلوقتي ياريت يحط لايك للفيديو، وكمان يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا منه كل جديد ومفيد. كل ما انزل حاجة جديدة على القناة توصل لكم على طول. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. دلوقتي بقى انا خلصت كل الكمية بتاعت البرتقال، فاضل معايا الاناناس والموز. دول برضو هقطعهم كده، قشرت الاناناسة وهقطعها نفس النظام شرايح طويلة، ونبدأ نقطعها مكعبات كده عشان تسهل معانا التقطيع. طبعا الفيديو ده انا كنت عاملاه كان واخد معايا نص ساعة، بس انا كنت بجريلكوا الفيديو عشان خاطر ما ياخدش معانا وقت كتير، فيدوبك واخد معايا 10 دقايق بعد ما جريته، فعشان خاطر ما طولش عليكم يعني. هخلص كمية الاناناس كلها ونقطع معانا برضو الموز. دي بقى كل الفاكهة اللي انا كنت عاملاها. لو حابين تضيفوا حاجة تانية، حابين تقللوا حاجة حسب الفاكهة اللي تبقى موجودة عندكم. يعني لو تفاح وبرتقال وموز والله كفاية، بس تبقى الولاد بياكلوها ويبقوا فرحانين بيها. مش شرط ان احنا نجيب فاكهة كتير، يعني اي فاكهة موجودة عندك تقدري ان انت تعملي بيها الكوكتيل وتقدميها لولادك، هيحبوها جدا وهيبقوا مبسوطين بيها. مش شرط ان انت تجيبي فاكهة كتير وحاجات زي كده، لا، اي حاجة، اقل حاجة وابسط الامكانيات عندك تقدري تعملي منها كوكتيل بتفرحي بيها ولادك، وكمان بياكلوا كل الفاكهة اللي انت بتبقى عاملاها في الكوكتيل، ما بيسيبوش منها حاجة. كمان دي حاجة بتغذيهم وحاجة مفيدة لهم. دلوقتي بقى بقطع بقشر الموز، هقشر كل الكمية ديت واقطعها برضو، وبعد كده نعمل بقى العصير سوا. كنت بس بعدل الستاند لانه كان بيتحرك معايا. هبدأ بقى اقطع الموز انا بسيبه اخر حاجة. ليه بقى؟ عشان خاطر الموز لو انا قطعته في الاول ممكن يسمر معايا، فالموز بسيبه اخر حاجة عشان ما يسمرش. وكمان لو يعني ما نقطعهوش ونركنوه بقى، لا، احنا نقطعه ونضيف عليه العصير على طول عشان ما يسمرش. يعني مش عشان ان احنا نقطعه اخر حاجة فنسيبه ونركنه، لا يا جماعة. الموز عشان يفضل لونه ابيض في الكوكتيل او في اي حاجة بنعملوها لازم نضيف له العصير على طول، او مثلا لو هتعمليه في جيلي تضيفي له الجيلي على طول، بحيث ان هو ما يغمقش معاكي، لان طبعا في نسبة حديد، ونسبة الحديد دي بتخليه يسمر على طول. شوفوا بقى انا ما غيبتش عليه العصير وفضيت عليه على طول. هبدأ اقلبه بقى عشان خاطر ما يسمرش خالص، يفضل لونه ابيض كده وشكله حلو. انا كده فضيت العصير، ودلوقتي بقى هبدأ اقلبها واقدمها معاكم بقى في الكاسات. دي كمية الكوكتيل بقى اللي انا عملتها، بجد جميل جدا، الشكل والطعم تحفة. لو حابة بقى يبقى طعمه احلى كمان ممكن تضيفي له الموارد، بس انا الصراحة ما كانش عندي موارد، فانا اكتفيت بالحاجات الموجودة عندي. اللي عنده موارد يعني يحط، بيخلي طعم العصير جميل جدا. انا الصراحة ما كانش عندي دلوقتي، مش متوفر عندي، فعملت بالموجود عندي.
هفضي بقى كل الكمية دي في الكاسات زي ما انتوا شايفين كده، شكلها جميل جدا. كمان الكاسات دي انا كنت لسه جايباها فحبيت ان انا اجربها معاكم كده. اعملوا بقى لايك للفيديو، اللي مكمل معايا الفيديو لحد دلوقتي يحط لي لايك. شايفين بقى الجمال بتاع الكوكتيل بجد حاجة كده يعني العين بتاكل قبل البق، شكله جميل جدا. ودي بقى الطريقة اللي انا بعمل بها الكوكتيل، والطريقة اللي انا يعني ايه بستخدم بيها الفاكهة بحيث ان ولادي ياكلوها، لان طبعا انتوا عارفين ولادي، فدي الطريقة الوحيدة اللي ولادي بياكلوا بها الفاكهة. حبيت ان انا اشاركها معاكم كده، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش بقى اللايك وتدعموا الفيديو باللايك، وتدعموا القناة بالاشتراك، واللي مش مفعل زر الجرس يفعله عشان يوصلوا منه كل جديد.